القوة تعتبر هي أساس كل الرياضات. يعني إنك تكون قوي من غير ما تكسب حجم عضلي، في حاجة اسمها relative strength. إن أنت مثلا يكون وزنك 70 كيلو وعمال مع الوقت بدل ما كنت تعرف تسكوات 100 كيلو تقدر تسكوات 110 120 من غير ما وزنك يزيد. دي معناها إن أنت كل كيلو من وزن جسمك بيقدر ينتج فورس أو طاقة أعلى، ودي حاجة جميلة جدا وأساسية جدا. ولكن في مرحله بنوصل لها زي اي حاجه انت في رياضتك. مثلا لما انت كنت بادئ اول 3 شهور اتطورت فيهم قد كده، وبعد مثلا 10 سنين لما تيجي تتمرن 3 شهور التطور بتاعك بيبقى قد كده، لان انت كل ما تبقى متقدم اكتر كل ما النتائج اللي بتعملها من التمرين بتقل. نفس الكلام بيحصل في الجيم. القوه لما انت بتقعد تتمرن قوه جميل جدا. لو انت بتتمرنش خالص وما بتروحش الجيم مكتفي برياضتك بس، انك تنزل الجيم تتمرن التمرين العاديه دي هيفيدك جدا. على الاقل اول 6 شهور سنه هيفيدك جدا جدا، وهيحقق لك مكاسب جميله جدا، وتحس بالفرق في رياضتك كمان، لان انت عمال تزيد قوه. بعد فتره التمارين اللي انت عمال تعملها النتائج بتاعتها هتبتدي تقل واحده 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 واحده، والجهد اللي انت محتاج تحطه في الجيم هيبتدي يزيد، لان انت محتاج دلوقتي تبذل مجهود عالي قوي عشان تاخد نتائج قليله شويه. ده اللي يبتدي فيه الموضوع يبتدي يبقى سيء شويه، او ما يبقاش ببساطه. لو قلنا ان هو مش سيء هنقول ان هو مش احسن استخدام لوقتك، لانك بتجهد جهازك العصبي جدا، بتجهد جسمك جدا، بتضيع وقت. والاستفاده اللي انت بتستفادها من القوه بعد فتره مش تفرق في رياضتك قوي. لان الرياضه مثلا زي الرياضات الجماعيه محتاج فيها تكون قوي وكل حاجه، ولكن مش مهم ان انت يعني فرق ان انت تكون بتشيل 200 كيلو من 250 كيلو لو هتقعد تتمرن على انك تزيد 50 كيلو دولت في البنش هتقعد تتمرن عليهم 5 سنين، ده مش هيفرق لك في رياضتك يعني بشكل ملموس اطلاقا. ولكن انك تكون بتعرفش تعمل عدة بوش اب، بتعرفش تعمل عدة ضغط، وتتحول لانك بتشيل 20 كيلو على ظهرك في البوش اب تعمل بيهم 10 عدات، ده هيفرق لك جدا في رياضتك. فزي ما قلت الفترة الاولانية اللي انت هتروح فيها الجيم عشان تبني قوتك هتساعدك جدا جدا جدا، ولكن بعد فترة هتكتشف ان الموضوع مش كافي اطلاقا. التحمل العضلي نفس الكلام، ولكن فيه شوية شبهات اكتر شوية. خلينا نقول ان جسمنا ده فيه الياف عضلية، العضلة دي جواها الياف. الالياف دي ربنا خلقنا عندنا انواع مختلفة من الالياف العضلية لانواع مختلفة من المهام. يعني لما انت تكون مطلوب منك انك تطلع السلم مثلا للدور الرابع، انت بتشغل نوع معين من الالياف العضلية غير الالياف العضلية اللي انت بتحتاجها لما تعمل سبرنت مثلا. فجسمنا مش كله زي بعضه، واحنا جسمنا بطبيعتنا ربنا خلقنا نتكيف. يعني اي حمل انت هتحطه جسمك هيتكيف عليه. فلو احنا قلنا ان احنا الانسان عنده 50% جدليا 50% من النوع الاول من العضلات اللي هي بتاعه التحمل، ونوع تاني من الالياف العضليه اللي هي بتاعه الباور والسرعه، انت مع التمرين بتوجه ال 50% دي بتخليها مثلا 60% الياف سرعه و40% الياف تحمل، او العكس بتخليها الياف تحمل اكتر والياف سرعه بتبقى اقل. ده كله كلام نظري شويه، التطبيق بتاعه هو تمارين التحمل او تمارين الباور. لو انت بتقضي تمرينتك كلها تمارين تحمل وتمارين كارديو وتمارين كلها ما فيهاش باور عالي، وبتيجي فجأة تطلب من جسمك ان هو يأدي في الرياضة، ده مش هيحصل. لان انت عمال تمرن جسمك على ان هو اهدى، خزن الطاقة اللي عندك، طلعها واحدة واحدة، ما تبقاش مسرف في الطاقة. لازم تبقى efficiency دي اللي هي كفاءة، عندك كفاءة عالية تقدر تتحمل مجهود قليل لفترات طويلة. ده ممكن يساعدك جدا في الرياضة زي ما قلنا، ولكن لو بيتعمل لوحده فهو مش احسن حاجة بتتعمل خالص. وشفت رياضيين كتير ماتوا في مقبرة بسبب ان هو بقى رياضي بطيء من كتر ما هو عمال يتمرن تحمل، ما بقاش عنده الحتة بتاعت التويتشنج او ان هو يبقى رياضي سريع ويقدر يقلب مرة واحدة يعمل سبرنت وكل حاجة. لو انت عايز تعمل تمارين تحمل من غير ما تيجي على الباور بتاعك والسرعه بتاعتك والالياف العضليه السريعه، محتاج تعمل ميكس من التمرينين. محتاج تكون بتعمل تمارين فيها باور وسرعه وتمارين فيها تحمل وكل حاجه، ولكن ما تجيش على حاجه قصاد التانيه. تخيل بالظبط حد عمال يتمرن باور وقوه وسرعه ومهمل التحمل خالص. خليه يجي يعمل سبرنت واحد، يوسين بولت هيجي وبعدين مش هيقدر يكمل الماتش وهيتعب ومستواه هينزل بعد تاني او تالت سبرنت. فهي دي بالظبط البالانس ما بين الاثنين. لازم يكون عندك بالانس ما بين التحمل والسرعه والباور.